كلمة مصر بتساوي 30 حسنة لو انت قلتها في القرآن الكريم. ان الحرف ب10 حسنات، هي 3 حروف ب30 حسنة. لو نطقتها في القرآن مفيش مكان في العالم كده الا مكة طبعا، المسجد الاقصى والمسجد الحرام. احنا بنتكلم على دولة، مفيش دولة في العالم كده، مفيش دولة في العالم ليها الشرف ده. ربنا بالتأكيد فضل اماكن، ده موجود. المسجد الاقصى والمسجد الحرام من الاماكن المفضلة واللي باين في القرآن كده. ومصر طول الوقت في مصر، يبقى اكيد كان في ارتباط بدين موجود في مصر. انبياء كتير زاروا مصر. سيدنا يعني ده قطعا يعني اول مشهور سيدنا ابراهيم جه مصر واتجوز مصريه هي ام العرب المستعربه. في العرب العاربه والمستعربه والعرب اللي بادوا. العرب المستعربه اولهم مصريه، امهم مصريه الاولى، مصريه متدينه، زوجة نبي، وجربت امتحان غير عادي انها تساب هي وابنها في مكان قاحل و... ويتركها وتساله يعني ربنا اوصاك بده فيجاوب فخلاص تسلم، فاذا فلن يضيعنا. دي تربيه المصريين. السيده هاجر مصريه. بيبقى الناس يعني مثلا هنضرب مثل، هنفرض ان يعني الحضاره المصريه القديمه كلها جت فتره كانت النقوش الهيروغليفيه اللي موجوده دي كلها هي طلاسم، هي رموز مش معروف هي بتشير لايه. فتره طويله جدا من بعد البطالمه مثلا لحد شامبليون، لحد الحمله الفرنسيه وشامبليون لما خدوا الحجر من مصر وشامبليون فك رموزه وبدات تتفهم. طول الفتره دي كانت النظره لان الناس دي بتعبد تماثيل وبتعبد الهه، وان ابو الهول ده كان تمثال بيعبد وغيره كده. وما بداش يتفهم غير بعد شامبليون. طيب هنفرض ان احنا اللي احنا عايشينه ده فرضا، مجرد فرض يعني، ان احنا يعني برضو كل الحياه بتاعتنا ديت انتهت وحصل حاجه بقت يعني درسنا تماما واتمحينا وما فاضلش غير اثار. والاثار ديت بعد 2000 سنه حد لقى مكان، هو المكان ده هو الجامع اللي هو جامع السيد البدوي. لقى الجامع مكتوب فيه نقوش وفي مبنى عاليه وعليها هلال، ولقى صور لناس بتصلي في مواعيد معينه مرتبطه بالشمس، يعني الشروق والغروب والزوال والعصر وكده. ولقى النقوش دي مكتوبه ومأذنه عاليه عليها هلال وكده. ولقى النقوش دي حاولوا يفسروها، قدروا يفسروها، لقوا اسماء الملك القدوس السلام، المحيي المميت، الحي القيوم، الظاهر الباطن. ممكن يبقى تفسيرهم لده، وفي واحد ميت في الجامع، ممكن يبقى تفسيرهم لده الناس دي كانت بتعبد 99 اله، انهم كانوا بيقدسوا القمر لدرجه ان هم كانوا عاملين له رمز، انهم كانوا بيقدسوا الشمس وبيسجدوا في مواعيد مرتبطه بيها، ان في واحد مدفون عندهم. لا احنا ما كناش كده، احنا موحدين ولا اله الا الله ومسلمين واكبر نعمه عندنا ان احنا مسلمين. احنا مش كده. ده نفس اللي اتعامل مع الفراعنه. دي نفس النظره للهرم على ان هو مجرد ضريح. دي نفس النظره للمسله على انها مجرد حاجه، مش نظره المسله انها بتشير للسماء زي ما المأذنه بتشير للسماء. مش نظره الهلال بالنسبه لنا هو اللي بيشير للقبله او وجوده بيشير للقبله، ومش اكتر من كده انه بيشير. هم ممكن كانت الرموز اللي عندهم كونه هو ما كانش بيعبد الشمس، هو كان بيعبد اله الشمس، هو كان بيعبد اله واحد لا تدركه الابصار لا تدركه العيون، قادر على كل شيء، هو الخالق منذ البدء، لا اول له ولا اخر. دي كانت نظرة المصري القديم لإلهه في البدء. كان الله لا شيء معه، ولم يكن هذا الوجود أجمع، والله يقضي أمره بقوله كن فيكون. كذا تراءى العالمون. نزل النقاب بهبوط آدم للتراب، ويرسل الله تعالى المرسلين مبشرين ومنذرين. من لدن آدم جاء الأنبياء بالهدى والنور من وحي السماء.
طيب دي قراءة في أقوال العلماء المصريات والأثريين القريبين حتى في نظرة المصريين لدينهم. ماريت بيقول: اتفقت كلمة الجم الغفير من متقدمي أهل التاريخ على أن المصريين القدماء كانوا يعبدون الله وحده. وبيعرف الشكل، حتى شكل الإله اللي كانوا بيعبدوه: إله واحد لم يولد، لا يمكن رؤيته، فهو مختفي في عمق جوهره المنيع، خالد، خالق السماوات والأرض وكل كائن حي، وهو على كل شيء قدير. الكلمتين دول لو أنا قلت إن لو كتبتهم لوحدهم أي حد هيتخيل إن اللي قايلهم هو عالم مسلم، والكلام نفسه كلام مسلم، نفس يعني بالمنطق. غير ماريت وولس بيج بيقول في كتاب فيه تلخيص لخلاصة ما توصل اليه دكتور بروكش، ده كمان واحد تاني، ودي روجيو ودي لاروج ومارييت وبريت وماسبيرو وغيرهم من العلماء، فيقول: ومن الصفات المنسوبة إلى الله في النصوص المصرية من كل العصور، انتهى دكتور بروتش ودي روجيه وعلماء المصريات الكبار الآخرون إلى فكرة أن سكان وادي النيل من أبكر وأقدم العصور عرفوا وعبدوا إلها واحدا أزليا أبديا لا تدركه العقول ولا يمكن استكناه ماهيته. كلام ناس مسلمين. وولس بيج يقول في كتاب تاني بيعلق عليه دكتور سليم حسن العلامة المصري سليم حسن صاحب موسوعة الحضارة المصرية القديمة، شرح في مقدمته آراء العلماء في الديانة المصرية ثم ختمها بقوله: إن المصريين القدماء يعتقدون في إله واحد وأن الكائنات الأخرى من مخلوقات. وقد أظهر زيتا في هذا المتن أن فكرة التوحيد كانت موجودة عند قدماء المصريين منذ الأسرة الأولى، وطبعا وما قبل الأسرة، لأن نرمر وحد مصر على دين. حتى هو لما قدم نفسه وكان في مصر العليا ومصر السفلى، لما قدم نفسه للمصريين ما قدمش نفسه على ان هو ملك الجنوب او ان هو يعني شرعيته بشرعيه الملك المنتصر، قدم نفسه على نسبه بالالهه. والنسبه بالالهه يعني مش شرط فيها ان هو كان ابن اله او ان هو بيقدم نفسه ان هو ابن اله، لا، هو بيقدم نفسه على ان هو يعني هو اللي بترسله العنايه الالهيه. وده موجود على فكره في كل الدول وفي كل الدنيا بعد الاسلام وقبل الاسلام. العباسيين كانت شرعيتهم نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الشرعيه الوحيده. والامويين كانت شرعيتهم ان هم قرشيين من نفس القبيله اللي منها النبي. يعني طول الوقت في ارتباط بالنبي، في ارتباط بالدين، يعني تقديم الشرعيه بان هي انا حتى اسامي العباسيين الامين المهدي كله فيها نسبه لله عز وجل. فانه كون بان الناس بيقدموا نفسهم ان خاف رع او رع مسيس او مكورع او الكلام ده كلها كانت ممكن نسبه لله عز وجل بان هو عبد الله، او طبعا ما باكدش على المعاني ديت طبعا يعني. بس اللي طول الوقت مش النسبه الالهيه هي نسبه انه ابن الاله، مش النسبه الالهيه. كان طبعا ده حصل يعني، طبعا في فترات فيها انحدار وفي فترات فيها يعني خلاص المجتمع بيفسد وبيبقى جاهل ويتقبل الافكار دي. لكن انا ربكم الاعلى ما كانش مصري. الباقيين كانوا بينسبوا نفسهم بان هم جنس ارقى او ان هم مثلا دم ملكيه وكلام من ده. اكيد كان في يعني بينحدر العلم فبتنحدر معاه كل الاوضاع، لكن الاصل اتبنت على ايه؟ اتبنت على ان عباده الله وان ده خليفه الله في الارض. ده اللي هو المجتمع، ده اللي هو الفرد اللي بيحكم بهرميه شكل الحكم، ان يكون في ملك وفي حكومه وفي رعيه. الشكل ده ما اتعملش، ما عملتوش غير مصر، وما ينفعش يتعمل على شرك. بيقول: ولم تعرف أمة قديمة ترقت إلى الإيمان بالوحدانية على هذا المعنى، أي توحيد الإيمان بإله واحد، غير الأمة المصرية. الإمام محمد أبو زهرة بيقول إن أول ما يلاحظه الدارس لديانات العالم القديم أن أشد الأمم تدينا المصرية. هيرودوت هو يعني أول من أوصلوا التاريخ المصري القديم للحضارات الحديثة قبل فك حجر رشيد والكلام ده، باعتبار إنه كان بيتكلم يوناني، وإن اليوناني عاش أكتر فاتنقل كلامه عن تاريخ مصر. بيقول إن المصريين
هم أشد الأمم تدينا المصريين. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عبد وعالم في الحسنة وبالذنب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس بنبيه، كل الناس بالروح تلاقيه، يا قلوب الناس بنبيه، كل الناس بالروح تلاقيه، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش اتفرج وقريب، هو تعالى وفضل عجيب، رب العرش اتفرج وقريب، هو تعالى وفضل عجيب، هو سميع الإدانة مجيب، لما النادي كله يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رب في كل مكان موجود، ملك الواسع غير محدود، رب في كل مكان موجود، ملك الواسع غير محدود، هو لوحده إله معبود، رازق الطير السما بالحب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل الناس بيقولوا يا رب تدينا وتكرمنا يا رب، الناس بيقولوا يا رب تدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بصبر وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. طيب يبقى شامبليون وماسبيرو وميريت وولزبيتش وسليم حسن واحمد نجيب، وكل دول شايفين ان مصر كانت دولة موحدة. كل دول يعني اقصى معلوماتهم عن الديانة في مصر انها كانت دين توحيد، وانها كانت توحيد من الاول، وان المصريين عرفوا رب واحد واجتهدوا في العباده دي. ليه يبقى احنا دلوقتي اللي بيصدر لنا ان مصر كانت دوله شركيه او دوله وثنيه، او ان دي ما كانش عامل مهم جدا في بناء الحضاره المصريه اللي عليها اتبنت كل حضارات العالم؟ ليه ما نفهمش ده؟ ليه نستسلم للدعوات بتاعت العلمانيه وفصل الدين عن الدوله، وده الشكل الانسب في غلط؟ يعني ما حصلتش، واللي نجح كان على الارتباط الوثيق بين الدين والدولة. حتى كلمة دين ودنيا صوتيا في قريبين من بعض جدا، ما ينفعش فصلهم. ومصر النقوش بتاعتها وما ورد على لسان حكمائها واللي ثبت عند علماء كتير جدا انها كانت بتدين بعبادة اله واحد. النظرة السطحية للأمر ده بتقول إن إخناتون كان هو يعني أول ثورة دينية، وإن هو وحد المصريين على عبادة الشمس وبنى مدينة أتون والكلام ده. إخناتون كان في الدولة، كان في الأسرة 18 في الدولة الحديثة. قبلين 2000 سنة مصر كانت مسلمة. ولما كان بيوحد النظرة، معظم الناس العلماء اللي هم اللي بيبصوا بتجريد وبحيادية للأمور، فبينزعوا الدين بره الأمر ويبصوا لأن إخناتون هو ده يعني افضل نظام اجتماعي، انه قادر يوحد دولة على عبادة اله واحد، وعلى بس يعني ايه، هو نتاج حضاري اكتر منه دين او رعاية سماوية او هداية بكتاب او كلام. هو بص لها ان هي ايه النظرة العلمانية للامر، ان هو ده يعني قدر يوحد كل الناس دي. لا، مصر كانت دولة مسلمة منذ البدء، من قبل نشأة الحضارة الإسلامية. مثلا في علماء نشأوا لولا النبي صلى الله عليه وسلم ولولا القرآن ما كانوش يكونوا موجودين. الإدريسي وابن النفيس وجابر بن حيان والرازي
وابن سينا وابن رشد والغزالي، كل العلماء دول على الرغم ان هم مش علماء دين لكن علماء دنيا معظمهم، يعني العالم طب او عالم هندسه او عالم جبر، او مش عالم جبر بس انشا فكره الجبر زي الخوارزمي. ده يعني ده عالم المفروض ان هو يعني قدم للعالم علم. انا يعني على الرغم ان هو لحق النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنه و400 سنه او 200 سنه، هو اثر غير مباشر لدعوه النبي، هو اثر غير مباشر للقران، لان لولا القران ما كانش هيبقى فيه دوله كبيره بتتكلم عربي بيتكتب بيها العلم ده وبينقل بيها، والطريقه دي في التفكير وترجمه الكتب الاجنبيه، كل ده اثر للقران. فنشا العلوم دي اللي هي زي يعني مثلا الخوارزمي، فكره الجبر حتى كلمه الجبر هي كلمه جبر الكسور، ونتنقلت في الانجليزي جبرة اللي هي بنفس المعنى، اللي هو بنفس حتى اللفظه ده نشأ جابر بن حيان، عمل الجبر عشان يقدروا يعملوا العلم، يقدروا يحسبوا حساب المواريث اللي هو في القرآن سورة النساء، وهو علم المواريث هو علم حسابي لحساب التركه وفقا للشريعه الاسلاميه. فلولا النيد ده عند جابر بن حيان ما كانش عمل الجبر، فده اثر غير مباشر. احنا برضو اللي بنتكلم فيه ان كان في كتاب سماوي عند المصريين على اثره نشأت الحضاره المصريه، حتى لو كان مش اثر مباشر، لانه اثر غير مباشر، واحنا اللي بنتكلم فيه النهارده. والمهم ان مصر كانت دوله مسلمه. طب ايه الغرض يا عم من الكلمتين دول؟ يعني ايه اللي هكسبه انا لما اعرف ان مصر كانت دوله مسلمه، او كانت فرقت في ايه معايا دلوقتي في اللي احنا فيه دلوقتي؟ فرقت في ايه؟ اقول لحضرتك فرقت في ان دلوقتي في دعوات بتنادي بفصل الدين عن الدوله، وان الحضاره ممكن تنشا بعيد عن الدين، وان الحضاره الماديه هي سبيل سعاده الانسان. ده الدعوه اللي بينادي بيها مثقفين كتير. لا يعني حضرتك ده ما حصلش. كل الانسان ما هوش ماده بس. حتى الحضاره الغربيه اللي موجوده دلوقتي ما بتقدمش للانسان السعاده، ما بتقدمش للانسان الطريقه المثلى اللي هو يعيش بيها في الدنيا. مطلوب ده الاستخلاف في الارض بمعنى النجاح وبناء دوله عظيمه او بناء حضاره كبيره، وانك تسيب اثارك في الارض، وانك تنقل علوم وتكتشف وتخترع بجانب روحي بيستند عليه اصلا الاولاني. الحضاره الاوروبيه في منشأها هي يعني في وفقا لحضارات، لانهم ناقلين معظم نشأتهم نشأت على حضارات المسلمين بترجمه يعني انتحال دانتي مثلا للكوميديا الالهيه بتاعت ابو العلاء المعري، او ان ابن رشد لما شرح ارسطو بعد موت ارسطو ب1000 سنه، اول واحد شرح وافي واعتمدوا العالم هو ابن رشد المعلم الثاني. كان ارسطو المعلم الاول، ابن رشد المعلم الثاني. في شروحاته دي قامت عليها طرق الفلسفات الحديثه في معظم دول اوروبا، وغيرهم طبعا كتير، يعني زي ما قلنا غيرهم معظم كتير. ده كان نتيجه كتاب سماوي. فطول الوقت لازم في كتاب سماوي، لازم ربنا يرعى رحله البني ادم على الارض. بيحصل طبعا طول الوقت، يعني ما بقولش مثلا تاريخ مصر 4000 سنه اللي هم وعند علماء اخرين 10000 سنه. فطبعا في طبعا فترات كانت فيها مصر وثنيه وكانت شركيه، وفي فترات كان فيها تسليس، يزيس واوزوريس وحوريس، كان في تسليس ونظره لاكثر من اله وكل يعني ده كان موجود. لكن احنا بنتكلم على الاصل، على الاول اللي الشيطان اقسم بانه هيقعد لبني ادم الصراط المستقيم، وشغلته في الدنيا الافساد. فطبيعي ان حصل فترات افساد، وطبيعي ان جت ناس جددت الدين وجددت الدعوه تاني في الدوله الوسطى وفي الدوله الحديثه وفي الدوله القديمه، في اسرات معينه كانت بتروح منهم وترجع يرجعوا تاني. فده بس احنا ما ناخدش بقى المشهد ده ونعممه على الحضاره المصريه انه كلها كانت مشركيه، وما ناخدش المشهد ده ونقول ان هم بداوا كده. لا، هم بداوا مسلمين. حرفت زي ما قلنا، جه عليها فترات جذر وفترات مد زي اي حضاره في الدنيا، بس ومش زي اي حضاره عاديه، لان الحضارات اللي حتى القديمه كانت بتمحى وتيجي دول ثانيه. يعني مثلا العراق حكمها البابليين والسومريين والاشوريين والفرس، تمام، وحكومات، يعني حكومات متلاحقه. الحكومه بتنتهي وبتيجي حكومه ثانيه تعمل دوله ثانيه، مفيش البناء اللي هو لكن مصر طول الوقت بتبني على بعض،
طول الوقت في حد اذا كان الاولاني خلص بنى الهرم وابو الهول، في واحد بعديه نفسه بانه عمل تماثيل كبيره جدا واحجام كبيره جدا ومعابد مشقوقه في الجبل ومسلات المسلات المصريه بالمناسبه موجوده في اكبر مدن العالم، موجوده في واشنطن، موجوده في باريس، وتقريبا موجوده في لندن. يعني العالم كله عارف ان ده ما بيتكررش، ان ده عمله حد قوي. حتى ربنا في القرآن بيقول كانوا اشد منهم قوة واثارا في الارض، كانوا اشد منهم قوة بالنسبة لسمع القرآن على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لي انا كمان اللي كانوا موجودين كانوا اشد منا قوة. احنا الحضارة اللي احنا عايشينها كلها قايمة على الكهرباء. طبعا قايمة على علوم كتيرة جدا وصلت لحد الكهرباء، بس الكهرباء دلوقتي هي العصب اللي ماسك كل الحضارة اللي حوالينا. لو اتشدت الفيشة بتاعت العالم كله، لو الفيشة اتشدت كل اللي احنا فيه ده انتهى، وهنوصل لمرحله من البدائيه اللي احنا هنقعد بقى نحاول بهمنا الاول هو الاكل والشرب، وهنوصل لمرحله البدائيه حتى احنا مش جاهزين لها. يعني حتى جدودنا كانوا اجهز، كان عندهم مزين، كان عندهم حلاق صحه، كان عندهم بيعرفوا يخيطوا بايديهم، فكانوا يقدروا حتى يوائموا حياتهم بشكل احسن من اللي احنا فيه. الواضح ان الحضاره المصريه القديمه برضو في الشتاء اتشدت، كان عندهم علوم احنا مش دي. احنا العلوم بتاعتنا قايمه على نيوتن وعلى جاليليو، واتبنى عليهم بعد كده بقى العلماء اللي هم كملوا على النظره دي للعلم وهكذا في كل المجالات يعني، وهكذا النظره يعني العلوم القديمه حتى كانت مثلا العلوم الطبيه القديمه كانت بتنظر للبني ادم ان هو بيتكون من 4 عناصر: اليبوسه والرطوبه والنار والهواء، وكان علاجهم مبني عليها. وبعد كده جه تشريح فبقى في علم جديد مبني على كده. يعني برضه دي اتشدت في شتها. يعني برضه واضح ان الفراعنه اتشدت في شتهم، ان هم عملوا اعجاز، عملوا الهرم الاكبر مبنى معجز، عملوا المعابد مباني معجزه، اخترعوا اختراعات فلكيه، مش اختراعات فلكيه، اكتشافات فلكيه، عملوا فكره 12 برج اللي موجوده لحد دلوقتي، القوس والعذراء والاسد الكلام ده الفراعنه اللي عملوه. يعني النظرة حتى للسماء وتقسيم النجوم في مجموعات ومعرفة ميعاد النجم ده بيظهر امتى ودورته في السماء عاملة ازاي، وانك تعرف الكواكب السيارة، كل ده من اكتر من 500 عقد من الزمن. لما يبقى حد قدر يوصل للعلوم دي، ازاي يبقى مش مسلم؟ ازاي يبقى مش مسلم؟ ازاي يبقى من غير كتاب سماوي؟ ازاي يبقى من غير رعاية سماوية؟ ازاي يبقى مش مسلم؟ لان انا اللي اعرفه كمسلم ان كل الانبياء مسلمين، ان كل اتباعهم مسلمين، كلهم بيدينوا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليجدد الدعوة لدين ابراهيم اللي هي الحنفية، بعث ليجدد الدعوة لا اله الا الله. لكن كل من بعث قبله من يوم ما اتخلق ادم هو نبي مسلم يدعو قومه لعبادة اله واحد لا اله الا هو. حكيم تاني مصري عاش في الأسرة العشرين اسمه أمين موبي. الكتب بتاعته وما وجد من تعليمه اليهود نسبوها لسيدنا سليمان، خدوا السفر زي ما هو ونسبوه لسيدنا. اليهود في التحريف طبعا يعني ما فيش كلام، يعني بيزوروا كتب سماويه، بيكتبوا الكلام ولوده من عند ربنا، فهم في تزوير التاريخ يعني ما بالتاكيد يعني اكتر شيطانا يعني. والانتحال والتحريف ده عندهم يعني بتصل لمرحله الهوايه، بغض النظر عن ان هم يعني فعلا عباد ماده يعني، بس عندهم التحريف هوايه. فهو اتاخد امين موبي السفر او تعليمه ونسبت لسيدنا سليمان وسموها سفر الامثال، وتعامل العالم معاها سنين اليهود بيقدموها على انها سفر الامثال ينسب لسيدنا سليمان الحكيم، وما هيش من تعليمه. ولما اكتشفت الاثار المصريه بعد بقى شوف الاف السنين، يعني بعد 2000 سنه او اكتر من تقديم اليهود او زرعهم للفكره دي، يعني ده من كلام سيدنا سليمان. لما اكتشفت اتلقت ان هو كلام امين موبي، حكيم مصري كان بيعيش في دوله موحده، كان بيعيش وبيحيا وفقا لتربيه اعدت في معاهد مبدأها كتاب سماوي. المؤرخين وول ديورانت بيقول مؤكدا ان الامثال اللي هو سفر الامثال ليست من وضع سليمان،
دكتور احمد شلبي بيقول ينسب سفر الامثال الى سيدنا سليمان وليس في الحقيقه اليه. والمؤرخ وعالم الاثار دكتور احمد فخري بيقول ان برديه امين موبي كانت الاصل الذي نقل عنه جامع سفر الامثال. يعني سفر الامثال ده جمع ونسب لسيدنا سليمان. المفكر سلام موسى بيقول ان حكم امين موبي التي ترجمت الى العبرانيه كانت ينبوعا عظيما لسفر الامثال. كل العلماء كانت مفاجاه كبيره لما اتعرف ان امين موبي عزه العصر العلميه، وكان اليهود بيداروها لحد دلوقتي ما بيعترفوش بيها، ولسه الى الان بينسبوا سفر الامثال، وان كان خلاص عند كل العلماء. ما ده من وهن العقيده. ده لما العقيده بتحرف بتبقى بيحصل كده، انت تبقى عارف الكذبه وتصدقها او تضطر تصدقها. انها من الاول كانت غلط، من الاول اتحرفت. الا القران بالتاكيد. الحضاره المصريه برضو للاسف حرفت كتير من تعليمها، لكن كلها بتشير لاشاره واحده، زي اشاره المسله للسماء، زي اشاره الهرم بقمته للسماء، زي الاشارات المصريين اللي بيرفعوا ايديهم في المعابد ان لا اله الا الله، وان لا معبود بحق الا الله عز وجل. طبعا في الاخر الحمد لله رب العالمين، كل اللي احنا بنقوله ده هو لا يرقى طبعا لمرتبه ان هو علم، او ما ينفعش ان احنا نقدمه على ان هو علم، بس هو فرض علمي، والفرض العلمي ده جزء من مناهج البحث العلمي. الفن تفرض فرض علمي ليه مصادر بتأيده. اهمهم بالنسبه لي في الموضوع ده كان الدكتور نديم السيار وكتابه المحترم المصريين او الموحدين، والدكتور سيد كريم وكتابه لغز الحضاره الفرعونيه، والمصادر اللي هم رجعوا لها وهي مصادر محترمه ووجهه نظر فوق. يعني انا هي قناعتي دلوقتي، بس انا طبعا بالنسبه لغيري هي ظن، واللي بندلل بيه عليها حتى هي لا ترقى يعني لانها تكون ادله، هي قراين بس بتشير لان المصريين كانوا دوله مسلمه، كانوا دوله موحده، كانت دوله تعبد الله عز وجل، كانوا اتقياء. الدين متجذر في الشخصيه المصريه، والمصري ما يقدرش يشتغل ولا يقدر يعيش من غيره. وفي الاخر الف شكر، وشكرا انكم سمعتونا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل كل اعمالنا صالحه ولوجهك خالصه، ولا تجعل للناس منها شيئا ولا للشيطان منها نصيب، وتقبلها رب بقبول حسن. والحمد لله رب العالمين والف شكر.